أنا دلوقتي عايز أرسم حاجة في ال2 point perspective. هيجي واحد يقول لي طب جميل، انت بتختار ال1 point على اي اساس وبتختار ال2 point على اي اساس؟ والله حضرتك هو مش على اي اساس، هو اختيارك انت الرسمة بتاعتك عايزها تبقى شكلها عامل ازاي. تمام، التفاصيل اللي فيها عاملة ازاي، معقدة بطريقة عاملة ازاي. يعني انا مثلا لو عندي رسمت رسمة، انا قاعد في مكان مثلا وعايز ارسم ترابيزة، فانا مثلا اخترت ان ده الهورايزون لاين بتاعي، وعندي اخترت النقطة الفانيشنج بوينت هنا. تمام، ورحت عامل ايه يا جماعة؟ زي ما قلت لكم، رحت واخد الخط الافقي بتاعي، هو الخط الافقي التاني، قلت لكم ده بس اللي بيتقابل في نقطة. تمام، ولو جيت هنا عملت الكرسي بتاعي او الرجول بتاعتي، تمام، هتتقابل هنا في نقطة. انا كده رسمت، سوري لو انا مثلا عايزها في ايه، طبعا عشان هي النقطة قريبة جدا فالموضوع distorted شوية او مشوه شوية، فايه هيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام، نشيل دي وتبقى دي الترابيزة بتاعتي. وبرضو في نقطة هنا لازم أعرفكم، كل ما كانت الفانيشنج بوينت على الورق قريبة خالص من الشكل بتاعي، كل ما يبقى شكله مش إيه، مش طبيعي كده، لأن الكونفرجن أو الخطوط بتاعتي هتحاول تقرب بسرعة قوي. إنما لو النقطة عندي هنا والشكل عندي بعيد هنا، فهياخدوا وقت وهياخدوا مسافة عشان يوصلوا. فلما تيجي ترسم مثلا حاجة بعيدة كده هتلاقي الدنيا إيه، مقبولة حبتين. تمام، مقبولة حبتين زي ما قلت لكم. ففكرة ان الفانيشنج بوينت بعيدة او قريبة بتأثر في الديفورميتي، او معنى اصح بتأثر في الشكل بتاعي. تمام، الشكل بتاعي هيبقى مظبوط ولا مش مظبوط. تمام، زي ما قلت لكم ده موازي لده، وده موازي لده، فأي خط رأسي موازي للخط الرأسي اللي زيه، وأي خط أفقي هو موازي للخط الأفقي اللي زيه. فأنا قعدت عملت ترابيزة هنا وعايز أرسم مثلا فوقيها كمان حاجة. تمام، مكعب تاني أو شنطة. طيب اعملوا حسابكم يا جماعة، أنا تحت الهورايزون لاين، في أي حاجة تحت أنا أوريدي شايف الإيه، الجزء ده. رسمت والله فازة، فأنا ستيل برضو أنا شايف الجزء ده. تمام، تبقوا واخدين بالكم من الجزئية دي جدا. طيب الحاجة التانية زي ما قلت لك ال2 point perspective. يعني ايه 2 point perspective؟ أنا عرفتكم إن الفانيشنج بوينت بتاعتنا ده المقصود بالبوينت، النقطة بتاعتنا اللي هي الفانيشنج بوينت، اللي الخطوط بتاعتي رايحة تنتهي عندها، رايحة تختفي عندها. فقلنا قبل كده إن احنا اخترنا واحدة، فخلاص كل الخطوط بتاعتي رايحة هنا. طب يا عم أنا مش عايز أختار واحدة، أنا عايز أختار إيه، 2 vanishing point. تمام، نقطتين كده ايه، عايز ان الخطوط عندها تنتهي. وهوريكم دلوقتي الفرق بين شكل البوكس هنا وشكل البوكس هنا، بس تبقى عارف ان اوريدي ده بوكس وده بوكس، ده صندوق وده صندوق، ده مكعب وده مكعب، سواء رسمته 1 بوينت سواء رسمته 2 بوينتس، فانت اوريدي ايه، راسم ايه، مكعب. جميل. طيب انا هختار ان انا في النقطة دي هختار ان انا اعمل ايه، هرسم مثلا المكعب بتاعي في الجزئية دي. وبرضه يا جماعة ما تنسوش، سواء 1 point أو 2 point perspective أو أنت هنا عندك الفانيشنج بوينت. قبل كده لما كانت طالعة مننا كنا بنعمل إيه، خط رأس كده وطالع منه خطوط إيه، أفقية، طالع منه قصدي خطوط diagonals كده. وقلنا لما جينا بصينا على الآي ليفل، قلنا إن الخط الرأسي والخط الأفقي الاتنين، خط رأسي وخط أفقي، بيبقوا موازيين لبعض. طب ايه الفرق بقى بين الفانيشنج بوينت هنا زي اللي انا رسمته هنا؟ هي نفس الفانيشنج بوينت يا جماعة، هطلع من عندها نفس الخطوط. تمام، نفس الخطوط بتاعتي وبس. والفانيشنج بوينت التانية اطلع من عندها
نفس الخطوط بتاعتي. جميل. طيب ومن هنا برضو هطلع نفس الخطوط بيقابلوا بعض. بيقابلوا بعض فين؟ عند النقطة اللي حضراتكم شايفينها هنا. طبعا أنا عشان خاطر مش مستخدم مسطرة أو حاجة، فتبدأ إيه، يبقى بالشكل اللي قدامكم ده، بلينز كده، تبقى على هيئة مسطحات زي ما انتم شايفين، كأنكم مقسمينها لإيه، لمربعات. جميل يا جماعة. وهي ستيل نفس الفانيشنج بوينت اللي بتروح في كل الاتجاهات. تمام، اللي خدت الواحدة ونقلتها الاتنين. جميل. طيب جدا، حلو. طب المكعب بتاعي هنا هيبقى شكله عامل ازاي؟ هنا بس الخط الوحيد اللي هيبقى معدول وموازيين لبعضهم هي الخطوط الرأسية فقط. يعني أي خط رأسي هترسمه هنا، تمام، هو الوحيد اللي هيبقى ايه، رأسي كده معدول وموازيين لبعضهم. يعني أي خطوط رأسية هتبقى موازية لبعضها. طيب لو أنا عايز أرسم الصندوق بتاعي على الآي ليفل دي، هعمل ايه؟ امشي معاها، مع الخطوط اللي عندك، وهتنزل زي ما قلت لك الخطوط الرئيسية ايه، هي الوحيدة اللي مظبوطة. تمام. ده يا جماعة شكل المكعب بتاعي في التو بوينت. في الوان بوينت كان ظاهر ايه يا جماعة؟ كان ظاهر ايه؟ كان ظاهر شكل مربع ومستطيل. هيجي واحد يقول لي طب ايه الفرق؟ ما هو ستيل على الهورايزون لاين، وستيل برضو انا المفترض اشوفه مربع. لا، الفرق هنا ان المربع بتاعي انا كنت بحركه يمين وشمال، بحركه يمين وشمال، فوق وتحت، بس ستيل انت البتاع قدام عينك ملفش، ما تعملوش روتيشن، ما دارش حوالين نفسه. انما انت هنا بدأ المكعب بتاعك بعد ما كان بالمنظر ده زي ما هو قدامك، انا عندي المكعب هنا بدأ يلف، بدأ يلف يا جماعة. تمام. ففي حالة الروتيشن هبدأ أشوف أكتر من بلين. جميل، هبدأ أشوف أكتر من بلين. فأنا عندي هنا زي ما أنت شايف، أنا لما جيت رسمت هنا المكعب بتاعي، أنا كل اللي عملته مشيت مع الفانيشنج بوينتس بتاعتي، يعني مشيت وأنا رايح للفانيشنج بوينتس. دي اللاينز اللي رايحة للفانيشنج بوينتس. تمام. فالخطوط اللي فوق الهورايزون لاين اللي حضراتكم شايفينه ده هي رايحة للنقط بتاعتي، والخطوط اللي تحت هنا هي رايحة للنقط بتاعتي. يعني الأفقي عندي بقى ماشي برضو دياجونال، بقى ماشي كأنه إيه، خطوط دياجونال كده. تمام، خطوط قطرية. جميل. طيب أنا عايز أرسم البوكس ده نفس البوكس بس فوق هنا، برضو ستيل نفس الخطوط الرأسية الموازية ارسمها لي، والفانيشنج بوينتس واللي هي شايفها ديت بيقابلوا بعض ارسمها لي، وامشي مع الخطوط بتاعتك زي ما هي. ادي المكعب بتاعي وانا شايفه من تحت، انا شايف المكعب بتاعي يا جماعة من تحت، ما تنسوش. طيب انا عايز ارسمه تحت هنا، همشي ستيل، همشي مع الفانيشنج لاينز بتاعتي اهي. تمام، هرسم الخطوط الرئيسية بتاعتي الأول أنتهي منها، وستيل همشي مع الفانيشنج لاينز بتاعتي اللي رايحة على الفانيشنج بوينت. تمام، وهنا وهنا. ويبقى ده ايه يا جماعة؟ التوب بلين بتاعي. التوب بلين يا جماعة، أنا شايف عشان أنا قلت لحضرتك أنا باصص على المكعب من فوق، وهنا باصص على المكعب من تحت، وهنا أنا باصص على المكعب من النص. تمام. تمام. هل أنا محتاج كل الخطوط دي عشان خاطر أرسم البوكسز دي؟ لا يا جماعة، انتوا مش محتاجينها. تمام، مش محتاجينها. انت بتبدأ تتعلم انت مع الوقت والخبرة. في الأول ممكن تعملها انت، بس مع الوقت تمام بتبدأ انت اللي تحدد. انا زي ما قلت لك والله انا عايز ارسم في وان بوينت برسبكتيف، عايز ارسم بسم الله الرحمن الرحيم، عايز ارسم بوكس انا شايفه من فوق
بس مش عند مستوى الهورايزون لاين، مش عند مستوى، مش فوق الفانيشنج بوينت هنا، والله عايز ارسم بوكس في الحتة دي. فانت خلاص انت اوريدي عارف ان في خطوط طالعة من الفانيشنج بوينت رايحة هنا، بس في نفس الوقت عارف ان انا شايف قدام عيني البلين دي، شايف المسطح ده، وعارف ان الرأسي رأسي والافق افقي ما بيتغيروش، ماشيين افق وماشيين رأسي. كل اللي انا محتاجه ان انا اخد من النقطة دي واروح للفانيشنج بوينت، واخد من النقطة دي واروح للفانيشنج بوينت، والنقطة دي واروح للفانيشنج بوينت، وستيل هعمل خط كمان موازي للرأسي، واعمل خط تحت موازي للأفقي، ويبقى ده المكعب بتاعي. تمام، انا شايف اكتر من سايد، اكتر من وجه، بس ستيل انا شايف البلين اللي قدامي دي يا جماعة، شايفها كمربع ما اتغيرتش. ده الفكرة في الوان بوينت برسبكتيف. انما في التو بوينت برسبكتيف انا قلت لك لو انا عايز ارسم تو بوينت برسبكتيف وعندي نقطة هنا ونقطة هنا، تمام، انا خلاص عارف ان الرأس بتاعي، انا لو هو فوق ولو هو تحت، لو هو فوق انا اوريدي عارف ان انا هشوف ايه، البلين اللي تحت بس. تمام، فببدأ بالخطوط الايه، الرأسية بتاعتي، وانا خلاص طالما عارف ان انا كله رايح هنا، كله رايح هنا، تمام، حتى الخط ده رايح هنا، ودول رايحين الناحية التانية هنا، فانا اوريدي اقدر ارسمهم من غير، بمجرد التخيل، بمجرد التخيل يا جماعة. تمام، بس ده انا عارف ان هو رايح هنا، وده هو رايح هنا، وده رايح هنا، وده رايح هنا، خلاص الرأس بتاعي موازيين لبعض، بس دول كلهم رايحين للنقط بتاعتهم، وانا شايف الابر بلين او المسطح اللي فوق، وانا عارف ان هنا الايه، الجزئية بتاعتي اللي هي الفانيشنج بوينت هنا، وده الهورايزون لاين بتاعي. زي ما قلت لكم الفرق هنا افقي ورأسي، انما هنا رأسي بس اللي موجود. وده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك في ان انت تعرف ترسم من غير ما تحتاج الفانيشنج بوينتس والهورايزون لاين، من غير ما ترسمهم اساسا. تمام يا جماعة، فالموضوع ده مهم جدا، انا بحاول اسهلها عليك على قد ما اقدر. طيب الفانيشنج بوينت هنا يا جماعة طول ما هم قريبين من بعض، طول ما هيبقى عامل لي ديستورشن رهيب في الخطوط دي. يعني تخيل انا عامل خط اهو، وعامل فانيشنج بوينت هنا وفانيشنج بوينت هنا، ومخليهم يقابلوا بعض سي هنا. شايفين لو انا هرسم بوكس انا عارف ان انا هبص على ايه، هشوف البلين من تحت هنا. شايفين الخطوط مش مظبطة مع بعض؟ شوف رايحة ازاي كده ورايحة ازاي كده. فحرفيا البوكس بتاعي الخطوط بتاعته الزوايا بتاعتها حادة جدا جدا، مش مرتاحة زي ده. تمام، فلما بتقرب الفانيشنج بوينتس ببعضها بتلاقي الايه، الدنيا زي ما انت شايفها كده. طيب لو انا طلعت الفانيشنج بوينتس دي اصلا عملتها بره خالص، بره البيج بتاعتي، هتلاقي ان الزوايا دي بدأت ايه، تاخد مسافة طويلة على بال ما توصل، فتبقى مرتاحة بدل ما هي مقفلة قوي على بعضها كده. تمام، وهي رايحة هنا ورايحة هنا عشان يتقابلوا مع بعض في الفانشنج بوينت، لا هتلاقي ايه، واخدة مساحتها وايه، واخدة وقتها على بال ما توصل هناك، على بال ما توصل، يعني هتحسهم كأنهم بارلل لبعض بس هما مش بارلل أصلا. تمام، فيا جماعة ال1 بوينت وال2 بوينت برسبكتيف هي مش أهميتهم طبعا زي ما انتوا شايفين، ده كله في الفراغ يا جماعة، ده كله في الفراغ. أنا ده عندي الإكس، وده الواي، وده يا جماعة الزد بتاعتي، العمق بتاعي. جميل. طيب ال1 بوينت وال2 بوينت برسبكتيف في طبعا 3 بوينت برسبكتيف وحاجات كتير، يعني ممكن تحط كمان كذا كذا فانيشنج بوينت في حتت تانية كتير، وتبدأ ترسم رسومات حرفيا شكلها رهيب يعني. جميل. طيب برضو معلومة للناس تبقى عارفاها، أنا زي ما قلت لكم هو بيروح للفانيشنج بوينت بتاعتنا، من الخطوط بتاعتي بتروح للفانيشنج بوينت، بس طول ما الفانيشنج بوينت قريبة من البوكس بتاعي، تمام، طول ما الزوايا هتبقى حادة جدا. جميل، وهيقابلوا بعض بسرعة. إنما لو البوكس بتاعي ده بعيد والفانيشنج بوينت بتاعتي دي بعيدة، وعايز أرسم بوكس مثلا في الاتجاه ده، فلا هاخد مسافة طويلة، فهتلاقي الأبعاد بتاعتي إيه، باينة كده إيه بالراحة.
في حاجة برضو يا جماعة هندسية برضو شوية. لو أنا عندي الفانيشنج بوينت بتاعتي هنا، وأنا جيت رسمت مربع بتاعي، تمام، زي ما قلت لحضراتكم لو أنا عندي 1 بوينت بس 1 بوينت برسبكتيف، أنا قلت لك إيه، معلش أنا بسترس على الموضوع ده إيه جامد، إن دول الأفق والرأس بتوعي باينين خالص، تمام، الأفق والرأس بتوعي ماشيين مظبوط من غير أي زوايا، تمام. ولو الفانيشنج بوينت بتاعتي خليها مثلا قريبة هنا مثلا عشان أوريكم الدنيا ماشية ازاي، وجيت قلت إن نقطة عندي اهي رايحة للفانيشنج بوينت، وعندي ده رايح للفانيشنج بوينت، وعندي ده رايح للفانيشنج بوينت، فبرسم تاني، بكمل البوكس بتاعي، وزي ما قلت لحضراتكم ده موازي لده موازي لده، وده موازي لده موازي لده، اللي رايح بس diagonal او اللي رايح قطري هو الخطوط اللي ماشية مع الفانيشنج اللي رايحة للفانيشنج بوينت. طب انا عايز ارسم نفس الباشا ده هنا، طيب هل هيبقى بنفس الابعاد؟ لا طبعا الابعاد بتاعته هتتغير، بس انا اوريدي عرفت الفانيشنج بوينتس بتاعتي، تمام، عرفت الفانيشنج بوينتس بتاعتي، فانا حرفيا كل اللي هعمله هرسم البوكس بتاعي، تمام، وامشي مع الفانيشنج بوينتس اللي هي اصلا متحدده لي من الباشا ده، من المكعب ده، نفس الفانيشنج بوينتس، فده هو ده. بس ازاي يا عم الحاج الابعاد، انت بتهزر ولا ايه؟ لا هنا بقى الالوجن، هنا الالوجن في ايه بقى، ان ده عشان قريب مننا فباين حجمه كبير، انما كل ما عمال يبعد اعملوا حسابكم يا جماعه، اللي انتوا شايفينه ده عشان الناس تبقى بس يعني ايه، حاسس انهم تبقاش فاهمه غلط يعني. انا لو ده الخط بتاعي، فانا حرفيا المكعب بتاعي هنا كده اعتبره في السما، المكعبات دي في السما مش فوق الفانيشنج بوينت وجا شمال كده، تمام، هي في السما في الفراغ. يعني لو انا عندي البوكس ده يا جماعة، تمام، انا حرفيا مثلا نكمل البوكس بتاعنا كده، انا حرفيا جوه هنا في الفراغ هنا في النص هنا، تمام يا جماعة، يعني المكعبات دي بتاعتي في الفراغ، ماهيش لازقة في البلان ده. يعني لو ده عندي الهورايزون لاين يا جماعة، فأنا المكعب بتاعي هنا مثلا، عشان الناس ممكن ساعات ما بتبقاش قادرة تتخيل، ده المكعب بتاعي يا جماعة. يعني خلينا مثلا أرسم مكعب صغير، شوف أنا عاملها لكم بمكعب جوه مكعب عشان تفهموا القصة ماشية ازاي. لو دي يا جماعة الفانيشنج بوينت بتاعتي، وده الهورايزون لاين بتاعي، فأنا المكعب بتاعي حرفيا هنا، سوري، عشان هي فوق، فأنا زي ما قلت لكم هشوف ايه، تمام يا جماعة، فهو مش لازق في مسطحات، ده حرفيا في الهوا كده بعيد أصلا خالص عن ده، هو بس رايح له هناك كده كوهم. وعشان كده لو هرسم واحد وراه، تمام، وكمان واحد وراه، هيبدأ يصغر أكتر وأكتر، يبدأ يصغر أكتر وأكتر، بس ده هو نفس حجم ده، هو ده هو ده، بس عشان خاطر بيبعد عني، تمام، وعمال يقرب للفانيشنج بوينت بتاعتي، في حجمه عمال يقل، تمام، هو بادئ كده، بدأ يقل شوية ويقل شوية ويقل أكتر وأكتر. عشان كده لما بنيجي نرسم مثلا اسطوانة زي ما انتوا شايفين في البرسبكتيف، فهي دول اللاينز بتاعتنا رايحة للفانيشنج بوينت، اللاينز بتاعتنا دي رايحة في الفانيشنج بوينتس ورايحة تقابلها، فعشان كده برسم الايه، السلندر بتاع دي ده او الاسطوانة دي، بس دي هقولها لكم في حتة تانية عشان خاطر الناس ما تتلخبطش. جميل. بس يا جماعة هو ده فكرة ال1 point perspective وال2 point perspective، ده محتاج تدريبات كتير، فهنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطلع لايف او نعمل exercises عشان تفهم الموضوع اكتر. وفكرة ان انت رسمت البيزك شيب ده، البوكسز ديت هتوفر عليك حاجات كتير جدا جدا وانت بترسم، واوعى الناس تفتكر ان انا زي ما قلت لكم، مش معنى ان انا اتعلمت بوكسز ديت في البرسبكتيف ان انا بقى ارسم بيت، وده اخري ارسم بيوت مثلا في البرسبكتيف، ارسم شكل باك جراوند، لا، برسبكتيف بيستخدم في رسم البني ادم، في رسم وش البني ادم، في كل جزء في جسم البني ادم،
تمام، وده فكرة إن أنا زي ما قُلت لحضرتك إزاي تعمل applying، إزاي تطبّق الknowledge دي اللي أنت اتعلمتها الperspective إزاي تطبّقها في إن أنت ترسم أشكال، ترسم حيوانات، ترسم بني آدمين، مش مجرد إن أنا باعرف أرسم boxes في الperspective بس أنا مش عارف استخدامها إيه في رسم مثلًا بني آدم، تمام، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية هنبدأ ندخل واحدة واحدة، وهاعرّفكم إزاي تبدأوا تستخدموا الbasic shapes دي، تمام، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.